احتفلت الدكتورة هبة قطب خلال الساعات الماضية بحفل زفاف بنتها دينا اللي أثار تفاعل كبير بين رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد انتشار فقرة التورتة المصنوعة من الدجاج بدل من الحلوى التقليدية. وتعليقاً على ذلك كتبت هبة قطب على حسابها الشخصي على الفيسبوك: الناس اللي قلوبها مش صافية ما بتعرفش تفرح لحد وبينبسطوا لما يضايقوا البشر، العقاب هو تجنب هذه الشخصيات. ووجهت رسالة للعروسين وقالت: ربنا يسعدكم ويبارك في حياتكم ويعمر بيتكم بالمودة والرحمة والسكن ويرزقكم الذرية الصالحة. وكان حفل زفاف دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب مميزاً بتفاصيل غير تقليدية، مما لفت انتباه العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن إعجابهم بالأفكار الجديدة خلال الحفل، ومنهم من عبر عن استيائه عن الحركات الغير تقليدية في الفرح. وأبرز ما ميز الزفاف هو احتفال العروسين بكيك الزفاف بشكل مختلف عن المألوف. تعرضت ابنتها لانتقادات وسخرية واسعة بسبب تصرفاتها خلال الحفل، وفي مقطع فيديو لاحق شددت هبة قطب على ضرورة التوقف عن التخمين وتفسير تصرفات الآخرين بمقاصد سيئة، وأضافت وقالت: لا أحد يعرف النوايا سوى الله. واختارت العروس دينا هشام السير على نهج والدتها في عدم الرد على الانتقادات، حيث نشرت صوراً من حفل الزفاف على انستجرام وعلقت وقالت: لا يهمني الكارهين، لقد تزوجنا. وكان الحفل قد شهد أجواء احتفالية مميزة بحضور العائلة والأصدقاء، ولفت الأنظار بفكرة جريئة أطلقتها العروس، حيث استبدلت التورتة الكلاسيكية ببرج ضخم من الدجاج المقلي، مما أثار دهشة وضحكات الحاضرين وسجل نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.